هل أنا كحبيبة كنت عمري أتخيل إن أنا أروح سويسرا أو أروح إيطاليا أو أسافر حوالين أوروبا دي كلها؟ The power of your mind. طيب الموضوع ده كذا حد الفترة دي اتكلموا واتناقشوا فيه، ولكن الحقيقة أنا حابة أعرض الموضوع من وجهة نظر أنا ومن تجربتي أنا عن إزاي you can manifest your own goals, you can manifest your own life, you can manifest anything. يعني ايه manifestation؟ أكيد كنتوا بتعملوا scrolling أو بتتفرجوا على فيديوز، أكيد قابلتكم الكلمة دي وهي كلمة manifestation. خليني أكلمكم عن تعريف المانيفستيشن من وجهة نظرنا. أولا يا جماعة، الثوتس بتاعتنا، الثوتس اللي احنا بندخلها لدماغنا دي عبارة عن energy. طيب ماشي حبيبة، يعني لو الثوتس دي energy، يعني انا برضو ازاي برضو اعمل manifestation؟ الموضوع عبارة عن انه انا مش بس بثink about the thought او بثink عن الموضوع ده بس، لا انا I have to believe it deep down. يعني انا لازم اكون مصدقة الحاجة دي 100%، حتى لو هي مش حقيقية. مثال، انا كحبيبة من زمان وانا مصدقة انه انا هيجي يوم وهسافر. انا اصلا تخيلت نفسي في الطياره، وكنت بقعد اتخيل ايه الاغنيه اللي هشغلها وانا في الطياره، وهتفرج على فيلم ايه وانا في الطياره، وكنت بقعد اهيئ لنفسي سيناريو كامل، فيلم كامل، على اساس ان هو حصل. هو ما حصلش. ايه اللي حصل بسبب الموضوع ده؟ انا دماغي خلاص ترجمت ان الحاجه دي انا فعلا عايزاها. وانا يعني whatever you feed to your mind، يعني الحاجه اللي انت بتخلي عقلك يستقبلها او يسمعها كتير، بجد يا جماعه بتتحقق. هديكم مثال تاني، مثال ده بجد بيشتغل معايا دايما. ايه بقى؟ مش ساعات يا جماعه ما بتظبطوش الالارم وبتصحوا برضو في الميعاد اللي انتوا عايزين تصحوا فيه؟ يعني مثلا انا كحبيبه لما كنت في اعدادي كده كنت بحب اصحى بدري عشان افطر مع بابا، ماشي؟ فانا عمري في حياتي ما ظبطت منبه. كل مره عشان انا فعلا انا من جوايا مهيئه مخي انه انا عايزه اصحى في الوقت ده، انا فعلا محتاجه وحابه ان انا اصحى في الوقت ده. وكنت بصحى من غير اي حاجه، لوحدي كده. يعني فجاه كده بكون نايمه الاقي نفسي صحيت ببص في المنبه، الساعه 7، من غير ما اظبط اي منبه. ومش تعود، انا اصلا ما بحبش الصحيان بدري، بس عشان انا رغم ان انا ما بحبش الصحيان بدري، بس انا من جوايا انا عايزه اصحى بدري عشان غرض ما، او عايزه اصحى بدري عشان حاجه وهدف معين، مخي خلاني اصحى عادي جدا. the power of mind. طب تعالوا ناخدها من جانب علمي. في حاجه اسمها RAS، وهي اختصار لحاجه اسمها Reticular Activating System. ده معناه ايه بقى ال RAS ده معناه انه المخ بطبيعته بيعمل فلتر للانفورميشن. يعني المخ بيدي اولويه للحاجه اللي بتتكرر، او الحاجه اللي انا اكدت له ان هي مهمه. مثال، لو انا استخدمت المانيفستيشن ده ان انا فضلت اقول لمخي انا هسافر، انا مسافره، انا عايزه اسافر، وفضلت اعيد الموضوع ده كتير عليه، الانفورميشن دي بقت خلاص. هو لما دماغي هيعمل فلتر الحاجات اللي دخلت، هيلاقي ان دي حاجه اتكررت كتير، فده معناه ان دي حاجه مهمه. لا خلاص، انا هلزقها في دماغي، فمعنى ان الحاجه دي فضلت في مخي، فانا هشتغل عليها وهحاول اسعى لها، فبالتالي الحاجه دي بتتحقق. دي الفكره او الجانب العلمي من موضوع ايه المانيفستيشن. طب بس كده هو بيعمل فلتر؟ يعني دماغي تعمل فلتر عشان انا قررت الحاجه دي وبيعمل لها فلتر ويركز عليها بس كده؟ لا، ما انت لما تركز عليها هيبتدي بقى ان انت نوتس، يعني مخك هينوتس الاوبورتونيتيز، هينوتس الطرق، هينوتس كل حاجه علشان توصل للحاجه اللي انت اكدت له ان هي مهمه. هنوتس بقى الفرص، هنوتس الطرق اللي انا ممكن اعملها، هنوتس مين الناس اللي ممكن اكلمهم، هنوتس كل الحاجات دي بسبب بس ان انا عرفت دماغي I just feed my brain what I want. هقول لكم على حاجه يا جماعه، هل انا كحبيبه كنت عمري اتخيل ان انا اروح سويسرا او اروح ايطاليا او اسافر حوالين اوروبا دي كلها؟ مش عشان بقى ثقه وانا واثقه جدا وانا جامده وكده، لا خالص. هو اكيد انا واثقه في نفسي، ولكن السبب الرئيسي ورا انه انا كنت متاكده ان انا هسافر وان انا هلف وهعمل كل الحاجات دي، انه انا حطيت الموضوع ده وقررته I was manifesting it. يعني I was manifesting the traveling lifestyle بسبب المانيفستيشن، بسبب ان انا كنت بقعد اتخيل على طول نفسي وانا مسافره، بسبب ان انا كنت بسعى للموضوع ده، بسبب ان انا مركزه عليه وان انا بمانيفستد وصلت. بس طيب ازاي انا يا حبيبه ابدا اعمل مانيفستيشن واوصل للحاجه اللي انا عايزاها زي ما انتي عملتي كده بالظبط؟ الموضوع ببساطه يا جماعه، حاوطوا نفسكم
بالحاجة اللي انتوا عايزين توصلوا لها. مثال عليا انا كحد كان عايز يسافر، كنت حاطة الخلفية بتاعة التليفون بتاعي طيارات وباسبور وسفر وسويذرلاند وكل حاجة انا عايزة اعملها. هي خلفية التليفون دي يعني هي اللي هتفرق؟ هتفرق. كنت حاطة جنب السرير بتاعي حاطة كده بتاع انه traveling around the world، وحاطة برضو نوتس انه انا بسافر وانا عاملة فيجن بورد للحاجات للاماكن اللي انا عايزة اسافرها، ولصور باسبور ولصور بنات بتسافر. كل الريبوستس وكل اللايكس وكل الفيديوز وكل الاف واي بي بتاعي كله عبارة عن طيران، طيارة، تذاكر سفر، باسبور، كله. بس كده لا، هنجيب يا جماعة نوت بوك، هات اي نوت بوك عندك وابتدي اكتب انت عايز تعمل ايه. بس لا، عايزاك كل يوم تكتب تخيلوا يا جماعة، تخيلوا انتوا مسافرين، تخيلوا ايا كان الهدف. يعني انا بتكلم عليا انا، اللي هو بكتب بقى كل يوم وانا مسافرة البلد دي هعمل كذا وكذا، ده انا هشغل مثلا اغنية كذا كذا، ده انا هسمع كذا كذا، ده انا هتفرج. تخيلوا الحاجة ان انتوا فيها حرفيا. ويا جماعة الحاجات دي بتفرق بجد. هل بس كده؟ لا، انتوا طول ما انتوا حاطين الموضوع في دماغكم بتعملوا مانيفستيشن. وده غير طبعا المانيفستيشن يا جماعة بالنسبة لي برضو في الاسلام هو حسن الظن بالله. يعني ان احنا نبقى واثقين ومتاكدين ان ربنا هيحقق لنا الحاجه دي، طبعا لو خير لينا، بس يعني نبقى واثقين ان ربنا بجد هيحقق لنا الحاجه دي ومؤمنين. بصوا وما زين عليكم كده، انا عارفه ربنا هيحقق لي الحاجه دي، تمام. ده بالنسبه للمانيفستيشن او حسن الظن بالله. طيب ايه تاني يا حبيبي انا ممكن اعمله غير الحاجات اللي انت، ان انا احاوط نفسي بالحاجه، غير انك تحاوط نفسك بالحاجه؟ يا جماعه لما انتوا تحاوطوا نفسكم بالحاجه الفرص هتبتدي تجيلكم. يعني مثلا انا حد عايز يشتغل في الديجيتال ماركتنج بره، فانتوا بتبتدوا ان انتوا تركزوا على الحاجه دي وتعملوا مثلا زي ما قلت لكم، تكتبوا عنها، تتكلموا عنها كتير، اتكلموا كتير عن الحاجه يا جماعه. فحتى الالجوريثم بتاعه الابلكيشنز، الالجوريثم بتاعتها زي الدماغ بالظبط، هتبتدي تلقط ده بيتكلم على الحاجه دي كتير، بيتكلم على الحاجه دي كتير، فهتبتدي تطلع لك الفرص، هتبتدي تطلع لك نفس فكره السفر. انا بتكلم على السفر كتير فيبتدي يطلع لي فرص، بس انا عايزه سفر اون بادجت، لا هيبتدي يطلع لي الفرص والحاجات المناسبه لحد عايز يسافر اون بادجت. فهو الموضوع مرتبط بانه تحط الحاجه في دماغك وتحاوط نفسك بيها، خلي البيئه حواليك مهيئه للحاجه دي بس.